شوفوا شباب، شهر رمضان اللي انتم ماكلين همه وشلون انا راح انزل شهر رمضان. ماكو شيء اسمه اقدر احافظ على عضلاتي بشهر رمضان. شهر رمضان استغلوا هذا الشهر، انتم عندكم 11 شهر بالسنه تخبصون بيه وتاكلون اللي تريدوه والتزامكم مو مضبوط، واللي ياخذ هرمونات واللي ياكل بكيفه. شهر رمضان فرصه لكم، حتى اذا انت مخك شدين يصوم زين. تعلم هذا الشهر، خليه مو بس عباده، خليه تنظيف لجسمك. تنظيف لجسمك، استغل شهر رمضان. بما انه احنا ما راح نقدر نحافظ على العضلات مالتنا وراح اظل اخبص واشكشك هرمونات وكذا، راح تاذي نفسك بالزايد. فشهر بالسنه اخلي جسمي ينظف تنظيف نهائي، العضلات ما تروح. طبيعه العضلات كلنا نعرف، لاعبين كمال الاجسام نعرف ان العضلات ما تروح. شهر رمضان اسوي تمرين قبل الفطور وابلش انزل وزن وانظف جسمي كله. ينظف جسمك من الهرمونات، الدم مالتك ينظف، الكبد مالتك ينظف، الكلى مالتك ترتاح، جسمك كله يرتاح. صوموا شهر رمضان، عوفوا العضلات، لانه بعد شهر رمضان اسبوع واحد اسبوعين راح يرجع جسمك احلى من قبل وصحي اكثر ونظيف. تعرفون هذا التخبيص اللي احنا نخبصه من سابلمنت ومن هرمونات ومن اكل تعبان ومن سهر ومن تخبيص وبلاوي زرقاء وتدخين، اللي يدخن واللي يشرب. خلوا هذا الشهر تنظيف لجسمكم حتى جسمكم يسوي ابديت وجسمكم يتنظف نهائيا. انزل 10 كيلوات، انزل 5 كيلوات، المهم نظف جسمك. الذكي يعرف انه العضلات ما تروح بشهر رمضان، والذكي يستغل شهر رمضان ينزل وزنه بيه. اللي ما عنده دهن راح ينظف جسمه، واللي عنده دهون راح ينزل وزنه ويخلص من الدهون. ففكرة انه قبل الفطور اني اسوي كارديو وانظف جسمي وانزل وزني، يعني هذا من يكون المخازن مالتك فارغه ويكون ما عندك طاقه، هذا افضل شيء انه جسمك يبلش يستخدم الدهون كمصدر للطاقه. اللي ما عنده دهون وضعيف خلي جسمك يتنظف. واحنا كلنا بدنا ناخذ الهرمونات وناخذ السابليمنت، فصدقوني استغلوا هذا الشهر، صوموا بيه وسووا تمرين. لا تعرفون التمرين مالتكم، اجي اسوي كارديو، اسوي تمريني خفيف، اسوي اللي اقدر عليه واروح للبيت. لا تنتظر، لا تظل تبوع على جسمك وغير فلان. اكو ناس تفطر بشهر رمضان والله على مود اني ما ادخل عضلاتي. لا تطز بالعضلات، هذا صحة لك. واللي يفتهم يعرف انه بشهر رمضان العضلات لا تروح. صوموا ونظفوا جسمكم حتى بعد العيد نرجع رجعة قوية واجسامنا تنفجر وتكون 11 شهر نقدر نخبص فيه بكيفنا ونلعب بكيفنا. تحياتي.